السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم، أهلا بكل متابعين القناة. أتمنى الفيديوهات تكون عجباكم إن شاء الله. وإحنا عارفين القناة لوصفات في الأكل وإعادة التدوير في البيت، وصفات لكل احتياجات البيت. إن شاء الله النهاردة فيديو جديد من فيديوهات إعادة التدوير. بس قبل ما نبدأ أحب أقول لأي لمشتركين الجداد في القناة ما ينسوش يفعلوا زر الجرس عشان يوصلهم كل جديد. وأتمنى الفيديوهات تكون عجباكم وتبعتوا له تعليقاتكم لأن رأيكم يهمنا. النهارده فيديو إعادة التدوير من حاجات بتبقى موجودة عندنا في البيت وبيبقى محتار نعمل فيها ايه أو نرميها. كتير في البيت بيبقى عندنا جرادل بلاستيكية مش عارفين نعمل فيها ايه. من جردل البلاستيك إن شاء الله هنطلع أفكار حلوة. والنهارده هيكون جردلين معانا هنستخدمهم، هنطلع منهم فكرة حلوة تنفعنا في البيت، في المطبخ، في الحمام، في أوض الأطفال. هنطلع منهم الديكور اللي قدامنا ده، وفي نفس الوقت هنستعمله ينفع للمطبخ او للحمام، نحط فيه فوط الحمام، ادوات الحمام، الشامبوهات والكريمات، او في المطبخ نحط فيه تربو بقى للبطاطس والطماطم والحاجات دي، او في اوضه الاطفال نحط فيه العابهم. طيب هنبدا. قبل ما نبدا نذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب، لا اله الا الله محمد رسول الله، والصلاه والسلام على رسولنا الكريم عليه الصلاه والسلام وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. هنجيب جردلين بلاستيكين أنا دخلتهم في بعض جامد فلبسوا في بعض، بحيث إنهم ما يبقاش سهل يخرجوا من بعض. اتكيتهم جامد في بعض فدخلوا في بعض زي ما انتم شايفين بالطريقة دي. وبعد كده هجيب القلم، هقص من ناحية حوالي مستطيل لتحت كده، حوالي مثلا 7 سنتي او اقل. هقيسه كده لتحت في الجردلين، وفي المقابل هعمل نفس المستطيل في الجهة التانية في المقابل زي ما انتم شايفين اهو. في المقابل هعمل نفس الكلام، مستطيلين تحت بعض نفس المقاس. هقيسه، بص على المستطيل هقيس مساحته عشان يبقى في الجهة المقابلة نفس المقاس بالظبط. مثلا لو عملناه مثلا 5-6 سنتي، يبقى الناحية التانية برضو 5-6 سنتي. هنعمل زي مستطيلين نفس المقاس على الجردلين في الجهتين المقابلتين لبعض. تمام. هو القياس ده بيريحنا بالمسطره بحيث ان يطلع شكله متساوي، ما يبقاش فيه مستطيل عن مستطيل. شايفين انا بقيس حتى على المستطيل اللي فوقيه عشان انزل على المستطيل التاني بتاع الجردل التاني. هو الموضوع سهل، بس احنا بنقيس بس عشان يطلع شكله حلو. انا ممكن اشتغل كده عشوائي بس هيتعبني. وفي نفس الوقت هقص من فوق مساحة حوالي مثلا 10 سنتي او اكتر. خلي بالكم معايا، شايفين انا بمشي اهو، بجيب اي حاجة عندي بسخنها وامشي بيها. بس السكينة بكون مش بنستعملها في المطبخ، انا مخصصها للحاجات اللي زي كده. زي ما انتوا شايفين بسخنها وبمسكها كويس باي حاجة بايدي، بقماشة او حاجة عشان متسخنش على ايدي، او جلافز يكون قماش. هاجي عند المستطيل واروح ايه طالعه بيه لفوق، مش هقص المستطيل لان انا عاوزه المستطيل يبقى موجود بالشكل اللي انا بعمله. تمام. يبقى هاجي عند المستطيل وهطلع ايه بيه لفوق زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. تمام. انا طلعت بيه فوق بقى، ارجع عليه عشان انا عاوزه اشيلها الحته كلها دي اللي انا ايه حددتها. هشيلها وهسيب بس المستطيل من الجهه ده اللي انا قصيته اللي انا حددته بالمسطره، والمستطيل التاني اللي في الجهه التانية. خلي بالكم معايا، هو الموضوع سهل يعني، انتوا لو بصيتوا للشكل هتفهموا انا قصدي ايه. واجي عند بدايه المستطيل اللي في الجهه المقابله واروح ايه قصه بالسكينه قبليه. اظن متهيألي الفكره واضحه كده. شايفين؟ هاجي من الجهه المقابله هسيب المستطيل واجي اقص بنفس الطريقه زي ما قصيت الجهه الايه الاولانيه. هنا بردت معايا فممكن ارجع اسخنها تاني زي ما انتوا شايفين اهو. انتوا لو بصيتوا للشكل هتفهموا انا بقول ايه. الموضوع مش صعب وسهل جدا. همشي برضو نفس الكلام. هو الموضوع سهل ومتعب، بس موضوع القص بس في الاول، وباقي بقى الشغل هيبقى سهل جدا. اتمنى تكونوا واخدين بالكم من الفكرة وفاهمينها.
واتفقنا ان ده جردلين انا يعني لبسناهم في بعض بالطريقه دي جامد، فده يعني خلاص ثابت، ما تقلقوش مش هيخلعوا من بعض. ايه رايكم؟ عرفنا انا قصدي ايه؟ هنعمل نفس الحكايه في الجزء التاني التحتاني. يبقى انا قصيت الجهتين وسبت المستطيلين اللي انا سايباهم تحت، هعمل نفس الحكايه اهو زي ما انتم شايفين. عملت تحت نفس الحكايه. هاجي بقى هجيب ورق، اي ورق عندي تغليف ممكن اغلفه، التغليف ده يرجع لك، ممكن تعمليه بقماش ماشي، عندك قماش جوف ممكن. انا بس حبيت اعمله بالورق الستيكر ده، بحيث ان انا سهل امسحه بقماشه كده مبلوله ميه بسيط، لان القماش هيحتاج ينضف معايا بغسله زي ما انتوا شايفين. اي لزق انتوا تحبوه، اي بقى حاجه موجوده عندك انت، قماش فايض عندك مش هتستعمليه، اي قماش جوخ، اي مثلا لو عندك بلاستيك مثلا مفرش بلاستيك قديم مش هتستعمليه، ممكن تلزقيه برضو وتشكلي بيه الشكل زي ما انتوا شايفين. والحتت اللي ايه هتنيها بحيث يبقى الشكل كله زي ما انتوا شايفين بالطريقه دي. نحاول بس نفنش الشغل كويس بحيث يطلع شكله حلو في الاخر، ويطلع شكله جمالي زي ما انتوا شايفين. حتى من فوق غلفته بحيث يبقى نفس الحاجه اللي انا مغلفه بيها. ايه رايكم؟ طيب هنسيبه كده، لا عاوز له شويه شغل تاني عشان يظهروا. هجيب اي حاجه عندي دانتيل، انا عندي كان الخيوط دي سميكه شويه، فهعمل بيها الاطار كله حوالين داير، ومدخل اللي انا هحط فيه الفوطه او الفوط، او هحط فيه الحاجات الشامبوهات والحاجات دي برضو هعمله بالخيط. واتفقنا ان اللي انا عاملاه ده تربو ممكن استخدمه في الحمام، الحاجات اللي موجوده في الحمام، فوط شامبوهات كريمات الحاجات دي، او استخدمه في المطبخ واحط فيه بقى اعمله تربو للبصل والبطاطس. هحط جزء من فوق، انا عندي كده كانه رفين، رف من فوق الجردل الاولاني ورف من تحت الجردل التاني، ممكن احط من فوق بطاطس ومن تحت بصل زي ما انتوا حابين. ممكن تحط حاجه من فوق كمان في المطبخ، عندكم شويه براطيم شويه ازايز ممكن نحطهم من فوق برضو، نستغل مساحته. يعني حلو ان هو هيديني مساحتين 3 ارفف فوق بعض، الرف الفوقاني خالص والرف الوسطاني والرف التحتاني، فكأني عندي 3 ارفف، مساحه 3 ارفف لتربو من حاجه بنرميها. يعني حاجات اللي بتبقى موجوده عندنا، خاصه الحاجات اللي زي قرفاص الفاكهه، الحاجات اللي زي الجراد البلاستيكيه، ممكن نطلع منها شغل كتير قوي ينفعنا في البيت. حاجات ممكن نعمله حاجات تخزين للعب الاطفال برضو ينفع. فنحاول يعني نطلع من الحاجات اللي بنرميها دي شويه حاجات بدل ما نشتريها بالغالي. يعني احنا بنشتري تربو البصل والحاجات دي، حاجات الايام دي بقى غاليه. الحاجات اللي ممكن احطها في الحمام، الارفف اللي بنجيبها للحمام، لا انا من حاجه اهو بنرميها طلعنا منها شغل وهيطلع شغل حلو. وبعد ما تخلصيه متهيألي اللي هيشوفه مش هيتوقع ان ده من جردل بلاستيكي، من جردلين انتي عملتيهم بالطريقه دي وطلع بالشكل ده. هديله شويه بقى ايه حاجات من ذوقنا بقى، اللمسه الجماليه بتاعتنا بقى. نعمل فيونكه كده بالخيوط ونفك الخيوط من تحت كده عشان تدينا شكل. من تحت برضو عملت شويه شراشيب كده. انتوا ممكن تطلعوا شكل او حاجات احلى من كده. طلع شكله تحفه تحفه بجد، وحاجات يعني حلوه ممكن نستفيد بيها ويقعد معاكي فتره، يعني بيقعد ده كتير مش هيبوظ منك ولا حاجه، لان ماده البلاستيك عارفينها بتستحمل وجديده. وانا عملت بدل ما اعمل فواصل انا عملت الاتنين فوق بعض بفواصل، عملت ادي رف 2 وغير اللي من فوق السطح اللي حاطين في الورده، ادينا حطيت في الفوط. ممكن في الجزء التحتاني ده احط فيه شامبوهات، احط فيه كريمات، احط فيه اي حاجه محتاجاها. ده لو انا استخدمه في الحمام. لو في المطبخ بقى ايه هنحط شويه بقى ايه نكون هنحط البصل من تحت والبطاطس من فوق، من فوق الرف الوسطاني ومن فوق خالص ده ممكن نحط شويه براطيم شويه توابل زي ما انتوا شايفين. ده لما حطيناه في المطبخ حطيت الشامبوهات من فوق والفوط، ومن تحت في رف تالت اهو في الاخر ممكن نحط فيه اي حاجه تانية، وشكله تحفه جماليه وديكور في نفس الوقت. يعني انا استفدت بيه وطلع معايا شكل حلو وشكل جمالي في نفس الوقت، غير ان هو شكل عملي استخدمه فعلا في اي حاجه انا حباها في المطبخ.
كان نفسي اصوره لكم في المطبخ لو حطينا فيه البصل والبطاطس